ملي كتسعى في انك تطور حياتك وتطور شخصيتك وتطور دخلك المادي وتطور حياتك وتزيد القدام، اهم بكتير واجمل من كتير بانك تسعى انك تخطى الماضي صافي، بجراحه بآلامه بالامور الزوينه اللي مرات فيه، بالاحلام اللي كانت فيه والانكسارات اللي كانت فيه، والان كيبقى ماضي، كيبقى صفحه ديال الماضي. فانا علاش غادي نحاول الطاقه ديالي كلها نحاول بانني نكبها فاش بانني نتخطى الماضي، علاش ما نزيدش القدام. انا كنقول لكم اجمل واروع واقوى انتقام في هذه الحياه من الماضي، ولا اشخاص في الماضي، ولا انسان اذاك، ولا انسان تخلى عليك، ولا انسان جرحك، ولا انسان ظلمك، هو انك تزيد القدام، هو انه يشوفك ضاحك، هو انه يشوف ناشط، هو انه يشوفك ناجح وزيد القدام. عافاكم الطاقه ديالكم، القوه ديالكم كلها استغلوها في انكم تزيدوا القدام وتطوروا من راسكم في اي حاجه، حتى في افكاري، في نظرتي للحياه، ملي كنرجع للماضي، ملي كنرجع لديك البلاصه اللي انا تالمت فيها، فماذا شعوري؟ واش كاين نضج؟ واش كاينه واحد الحاجه اللي سميتها انني صافي طورت من راسي، بديت تخطيت؟ لان دائما كنقول لكم التخطي هو انني كنرجع لذاك الموقف ولكنني ما كنتالمش. فهنا عوض ما انا نتسنى ونوقف على الماضي، ظلموني، تآديت، خسرت، كذا كذا كذا، ونعيش دائما في الهواجس ديال الماضي، علاش ما نعيش الحاضر ديالي؟ علاش ما نستمتعش بكل لحظه انا كنعيشها في هذه الحياه ونحمد الله سبحانه وتعالى؟ يا ربي راني حامدك وشاكرك على نعمك، على وجودك، على كرمك، لان كرم الله سبحانه وتعالى كبير 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 كبير، يكفي اننا نتاملوا فيه، يكفي اننا نشوفوه. نعمه التشميشه، نعمه هاد الهواء النقي، نعمه هاد الحمد لله الطمأنينه اللي كيغرسها لك الله سبحانه وتعالى في الداخل ديالك. ما كاينش شي حاجه في الوجود ممكن تغرس لك ديك الطمأنينه في الداخل ديالك من غير الله سبحانه وتعالى، لانه هو اللي خلقنا وهو اللي عارف حنا كيفاش التركيبه ديالنا وشنا هي الحاجه اللي كتعطينا السعاده ديالنا. فسعادتك ما مرتبطاش باي شخص وباي حاجه، سعادتك مرتبطه بك انت، مرتبطه بك انت. واش بغيتي تكون سعيد بصح بالامكانيات اللي عندك ومن الظروف اللي عندك وبالاشخاص اللي دايرين بك، سعيد مع نفسك، حامد الله سبحانه وتعالى، ولا كتربط وتاجل سعادتك حتى كتجي حاجه اخرى؟